يا صباح الفل. النهارده طبعا هنعمل مع بعضنا محشي الراعي الرسمي للشتاء، وكمان شهر امشير، يعني احلى محشي تاكليه في الشهرين دول. يلا بينا نشوف هنعمل المحشي الخطير بجد. يعني انا حسيت المره دي ان انا كنت باكل محشي بتاع بلدنا، يعني محشي بصوا حاجه كده تحفه. هنا معايا زيت ومعايا بصل، وحطيت على البصل معلقتين ملح وشويه كمون. الملح حطيته علشان خاطر يظبط لي البصل، يعني ما يخليش واحده بصلايه حمراء وبصلايه بيضاء، لا لا لا، بيظبط بيوحد لي لون البصل كله. والكمون طبعا بيديله ريحه حلوه جدا، وده انا بعمله في محشي في البصل بتاع المحشي بس. الناحيه التانية انا كان عندي فرخه بلدي، كنت غسلاها ومظبطاها ومتبلاها قبلها بيوم، فطلعتها وسلقتها معاه. التوم ده توم فريش، انا ما بحبش اي توم متفرز خالص. التوم مع البصل في المحشي كده يا جماعه والله بيبقى ريحته تحفه وطعمه حلو قوي قوي قوي. هنا كان معايا شفشق طماطم انا ضربته، بس الطماطم ما كانتش حمرا شويه فدعمتها بكيس صلصه من عندي عشان تديها لون احمر. ما هو المحشي بيحب الصلصه الحلوه او يبقى احمر قوي، وكمان في خضره كتيره جدا. طيب هنا حطيت قيمه معلقه سكر علشان خاطر يظبط لي يعدل لي يعني الحموضه بتاعه الصلصه. وهنا حطيت كزبره، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت فلفل اسود، وكمان هحط 7 بهارات ما تستهونيش بيها، بتخلي طعمه وريحته تحفه، بيخلي طعمه حلو قوي قوي قوي. النهارده واحنا شغالين هقولك على سر حاجه حلوه قوي قوي تخلي بصي المحشي بتاعك عسل كده. هنا اتسبكت بس مش قوي، هسيبها بقى وهطلع اقطع ورق الكرنب معانا. وكده، فهنا انا كنت بقطعه، واكتبولي وقولولي تحبوا ان احنا نطلع نقعد معاكم ونتغدى معاكم مع بعضنا، ولا نخليها وصفات بس. اكتبولي وعرفوني، وما تنسوش اللايك يا بنات، تنسوش اللايك ودعموا القناة بتاعتي. بس انا هنا كنت سلقتها خلاص، وسلقها ما فيهوش اي حاجه، ميه ملح شويه سكر صغيرين وشويه كمون بس. وانا طبعا هنا انا قلت ادخل ايه اقطعها على ما باقي التسبيكه تخلص. هنا التسبيكه بتاعتي خلصت خلاص، فصلت اهو الصلصه تحت وكده الزيت فوق، يبقى هي كده اتسبكت. طبعا هنا كان معايا مقدار يعني يكتر عن نص كيلو رز شويه صغيره، لان الكرنبه بتاعتي ما كانتش كبيره للدرجه بس. وهنا قلبتها كده وشفت صلصتها ايه. المهم ان هو يبقى معاكي احمر بالشكل ده، هيبقى تحفه تحفه تحفه. طبعا معاكي بقى هنا خضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره، تغسليهم كويس جدا، تنضفيهم كويس جدا، وهنخرطهم هنا قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. بس كده بس. هي بتحب المحشي الكتير، الخضره الكتير، المحشي بيحب الخضره الكتير. تمام. بس هنا كده انا بقلبهم مع بعضهم علشان اشوف مقدارها كده تمام قوي. لا هي كده مظبوطه جدا، مش محتاجه اي حاجه. هنا هنزل بقيمه معلقه او معلقتين زيت، مش كتير قوي، لان ده بيخلي الرز في صباع المحشي مفلفل. هنا بقى دي السر كله. هنا انت مسكتي بصلايه بشرتيها خرطتيها صغنن قوي، وتدعكيها بشويه ملح وفلفل وشويه كزبره، ولو حابه تزودي فص توم كان بيها، مش حابه هي دي لوحدها اصلا بتخلي المحشي سكر سكر سكر، بجد بتسكر المحشي قوي. هنا جبت حله، طبعا ربنا بقى يخلي لنا ماما كده، هي المطبخ مطبخها وادواتها. حطيت فيها العروق بتاعه المحشي، عروق الكرنبه، وحطيت فيها خضره المحشي اللي ايه اللي انا طرفها اللي انا قطعته ده، غسلتها وظبطتها وقمت حطها برده. تمام. بس كده انا كده لقيت التليفون طفى مني، فكنت رجعت نورته تاني. طبعا هنا معايا اول صف خالص بعمله بورق اخضر، معرفش ليه، هي ماما اللي طول عمرها كانت بتقول لنا نعمل كده. وبعد كده هنبدأ بقى نشتغل في الورق الايه الابيض بتاع الكرنبة. هنا كده انا كنت خلصتها ولفتها وخلاص كده، وهنقوم بقى ايه هنسقيها مع بعضنا. بصراحة كان المحشي تحفة تحفة، والشوربة بتاعت الفراخ دي كانت حكاية. هنا كان معايا معلقة صلصة انا شلتها على جنب عشان خاطر احطها على وش المحشي كده لما بعد ما الفه. برضو بيخلي المحشي معاكي لونه احمر قوي وبيبقى جميل قوي قوي. يعني انا مرة بحطها ومرة لا. بس لكن لا هي مش وحشة، هي حلوة، وبتخلي لك لون المحشي بتاعك احمر وجميل قوي قوي. بس هنا كده انا بسقيه بالشوربه بتاعتي. الشوربه بتاعتي طبعا انا حاطه لها كل حاجه، متبله الفراخ قبلها بيوم، الملح والفلفل وجوز الطيب والحبهان المطحون، كل ده كله بظبطه. طبعا انتي بترجي الحله كده عشان خاطر تضمني ان الشوربه وصلت لايه لاخر الحله. هنا هنعمل شويه ملوخيه خضراء، طبعا الملوخيه حكايه.
معلقه التوم اللي انا عملته دي، اللي انا حطيتها دي كده، دي بتخلي الملوخيه بتاعتك تحفه. التوم اليومين دول كبير قوي، فانا بقى مهما حاولت دقيت فيه فهو برضو مش هيصغر اكتر من زي ما انتوا شايفينه كده. بس برضو مهما كان كبير بالشكل ده، بالنسبة لي انا احسن لي 100,000 مرة من المفروم. طبعا هنا انا كان عندي ملوخية خضراء، طبعا غسلتها ونضفتها وخرطتها ونزلت بيها على الشوربة بعد بعد الشوربة ما غليت. هي هنا طبعا شوربتي متظبطة، مفيهاش اي حاجة ناقصة كده، هي تمام خالص كده. طبعا انا بحاول ان انا افكك فيها بالمعلقة، افضل اقلب فيها لحد ما ايه، انا مش هخليها تغلي معايا لان الشوربة لو غليت هترقد منك، يعني هتسقط منك. فانا لا، ما بخليهاش ان هي تغلي. بس انا كده رجعتها لورا بالمعلقة، ومعايا بقى الايه، هنعمل بقى التوم بتاعها. اي طبق ألمونيا، اي طاسة صغيرة، معلقة سمنة حلوة كده، ويا بقى لو بلدي. هو في ناس بتحب الملوخية باللية، انا ما بحبهاش خالص باللية، ما بحبش اللية في اي اكل عامة، الا بقى لو كفتة الى حد ما. ومعايا هنا التوم بتاعي دقاه بشوية كزبرة صغيرين وشوية ملح صغيرين خالص. حابة تحطي فيها نص مكعب مرقة كان بيها، انت كده بتدعمي الملوخية بتاعتك. مش حابة خلاص، بس كده انا هشوح التوم بتاعي في السمنة، وهقوم نازلة بشوية كزبرة ناشفة تاني. الكزبرة دي بتديها ريحة حلوة قوي، بتديها طعم حلو قوي قوي. بس زي ما انتوا شايفين كده. وبصراحة يا جماعة المحشي كان حكاية. متنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك وتدعموا القناة. وبرضو انا هستناكم في التعليقات تقولولي نعمل ايه. يعني انا اولادي عمالين يزنوا عليا يقولوا لي يا ماما احنا عايزين نطلع نتغدى معاهم ونتكلم معاهم ويبقى في دردشة وكده، فانتوا عرفوني وقولولي واكتبوا لي واللي انتوا عايزينه. طبعا احنا ايه هنعمله معاكم. وهنا كده التوم ابتدى ان هو يحمر معايا بالكزبره، فكده هتنزل بقى في الملوخيه تحفه، جميله جميله جميله. لازما بس كده نقلبها وده ياخد مع ده. الحركه دي مفيش واحده في مصر ما بتعملهاش، كلنا لازما نعمل الحركه دي. ليه معرفش، بس هو كده يعني. انا طلعت لقيت امي بتعمل كده، فطبعا ايه لازم نعمل كده زيها. بس الملوخية جميلة جدا جدا جدا. وكده احنا خلصنا وقدمنا اكلنا بالمنظر ده. حمرنا فراخنا وحطينا طبق شوربة طبعا وطبق الملوخية، وادينا قلبنا المحشي في الحلة على رأي ماما تقولك يلا اقلبي المحشي في الصينية. بس كده وخلاص. هنا كده هنقعد نتغدى.